لا تزال الآلة العسكرية تحصد أرواح الأطفال في غزة بالقصف والقنابل، ولا تستثني حتى الأجنة في بطون أمهاتهم، كما تحاصرهم بسياسة التجويع التي فرضها الاحتلال الصهيوني على أهل القطاع. بدعم كريم وسخي من مؤسسة كرفان نقوم اليوم الأحد 22 من سبتمبر بتجهيز حليب الأطفال والحفاضات لتوزيعها على الأطفال النازحين في مخيمات النزوح جنوبي القطاع. بدعم كريم وسخي من مؤسسة كرفان. بارك الله في كل الخيرين في مؤسسة كرفان الذين جادت أيديهم الكريمة بالخير وأنفسهم العظيمة بالبذل والعطاء دعما وإسنادا لصمود أهل غزة. نتواجد اليوم الأحد 22 من سبتمبر في أحد مخيمات النزوح لتوزيع حليب الأطفال والحفاضات على الأطفال النازحين داخل المخيم بدعم كريم وسخي من مؤسسة كرفان. بارك الله فيهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء. ايوه يلا استلمي ازعج فيفي. يعطيك العافية. الله يعافيك. من وين نازحين؟ من غزة من الشاطئ. مؤسسة كرفان اليوم بتقدم لكم حليب الأطفال والحفاضات في ظل الوضع الراهن وارتفاع أسعارها. إيش بتحبي؟ خطر كبير لهم لأنه عن جد ما حدش قادر يشتري البامبرز في الوضع هذا ولا حدا قادر يشتري البامبرز. شكرا. لا سمحت ما حدش يخش يعني. اخيرا نروح نجي اخير. ابويا محمود. طبعا ابوك يجري. ايش تطلع؟ وانت ورا يلا. انت بتفضل. فيك يا اختي. من وين نازحين؟ من الشمال. اليوم مؤسسة كرفان بتقدم لكم حليب الأطفال والحفاضات. إيش بتوجهي لهم رسالة؟ كل احترام وشكر لهم وبود تحية لهم ويعطيهم ألف عافية. ترجعوا بالسلامة إن شاء الله. يعطيك العافية. الله يعافيكي. من وين نازحين؟ من غزة الشجاعية. اليوم مؤسسة كرفان بتقدم لكم حليب الأطفال والحفاضات. إيش بتوجهي لهم رسالة؟ يخلف عليكم ويرضى عليكم، إن شاء الله دايما الخير يجيكم عشان ترزقونا إن شاء الله. إن شاء الله. ترجعوا بالسلامة. الله كريم. قيم الكراسي انت خلقاها بينكم. يعطيك العافية. الله يعافيك. من وين نازحين؟ نازحين احنا من غزة من الشمال. اليوم مؤسسة كرفان بتقدم لكم حليب الأطفال والحفاضات. إيش بتوجه لهم رسالة؟ بنشكرهم كثير على المجهود اللي بيبذلوه مع الشعب بظل الحرب اللي احنا فيه والنزوح وألف شكر لهم. إن شاء الله بترجعوا بالسلامة. إن شاء الله يديكم العافية. مستمرون مع مؤسسة كرفان اليوم الأحد 22 من سبتمبر في توزيع حليب الأطفال والحفاضات داخل مخيمات النزوح. بارك الله في مؤسسة كرفان الذين جادت أيديهم الكريمة بالخير وأنفسهم العظيمة بالبذل والعطاء دعما وإسنادا لصمود أهل غزة. يعطيك العافية. الله يعافيك. من وين نازحين؟ من خلينا نوصل المشروع. اليوم مؤسسة كرفان بتقدم لكم حليب الأطفال والحفاضات. إيش بتوجهي لهم رسالة؟
ربنا يقدر مع فعل الخير وربنا يحفظهم ويدم في النصيب يا رب، وكله أجر عند ربنا إن شاء الله ترجعوا بالسلامة يا رب. نتواجد اليوم الاثنين 23 من سبتمبر في مستشفى ناصر الطبي لتوزيع حليب الأطفال والحفاضات على الأطفال داخل المستشفى لليوم الثاني على التوالي بدعم من كريم وسخي من مؤسسة كرفان. بارك الله فيهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء. يعطيك العافية. الله يعافيك. من وين نازحين؟ احنا من خان يونس. اليوم مؤسسة كرفان بتقدم لكم حليب الأطفال والحفاضات، إيش بتوجهي لهم رسالة؟ بشكر كتير المؤسسة على دعمها، وخصوصا في هذه الأجواء الصعبة والأجواء اللي طبعا بعيشها قطاع غزة، معروف من حصار وحرب، يعني أمور صعبة كتير. مشكورة كتير كتير المؤسسة، وبنتمنى برضو المزيد، وإن شاء الله يا رب هيك تكون في ميزان حسناتها. مشكورين مرة تانية. أنا باسمي وباسم كل عائلات المخيم عنا مخيم حيفا بأشكر من جزير قلوبنا، يعني بنشكر مؤسسة كرفان على الخدمات اللي بقدموها لنا للمخيمات كلهم ولكل النازحين، وبنتمنى انه يستمر هذا العطاء يعني، ويخدموا جميع المخيمات مش مخيمنا لحاله، كمان جميع يستهدفوا كل المخيمات تكون تحت دائرة استهداف عندهم. وبنشكر الأخوات على مجهودهم اللي بيقوموا فيه لمخيمنا ولكل المخيمات. اللي هو الخدمة اللي قدموها اليوم للأطفال، طبعا الحليب والبامبرز بنشكرهم عليه، وبنتمنى انه عطائهم يضل متواصل ان شاء الله رب العالمين. عنزدك والله. تعال يا عمي نسمع سؤال يا ابو. هذا مخيم ابو الامير. هاي بصور. ماشي هلقيتوا يا عمي قول لهم يا جماعه عنزدك يا رافع. هذا مش معنا رافع تشرب من الكاميرا. مش عندنا هذا مش معنا. خلص الله يسلمك. مع السلامه. وقف. يعطيك العافية. الله يعافيك. من وين نازحين؟ من خان يونس. اليوم مؤسسة كرفان بتقدم لكم حليب الأطفال والحفاضات، إيش بتقدمي لهم رسالة؟ شكرا لهم والله يعطيهم العافية، وربنا يعني يهدي البال، وإن شاء الله بنرجع لبيوتنا وحالنا إن شاء الله. يعطيك العافية. الله يعافيك. من وين نازحة؟ رفح. اليوم كرفان بتقدم لكم حليب الأطفال والحفاضات، إيش بتوجهي لهم رسالة؟ بارك الله فيهم، الله يا رب يعطيهم الصحة، والحمد لله بيجيبوا لأطفالنا يعني إنهم حاجات ومهتمين يعني بأطفالنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا يهدي البال ونرجع دورنا يا رب إن شاء الله.